ازاي تدمري طفلك؟ لو عايزه تدمري طفلك تعالي وانا اقول لك. اول حاجه المقارنات من اكتر الحاجات اللي بتبوظ كل اللي احنا بنبنيه. اياكي تقارني ابنك بابن عمه، بنت خاله، بنت عمه، ايا كان. كان عندي 3 اطفال كي جي 2، وكانوا في كي جي 1 بيحبوا بعض جدا. هم ولاد عم 3 وشاطرين قوي وما شاء الله كانوا ممتازين، ولو حد يعني بس قرب لواحد فيهم كان ال3 كده. لحد ما جت الامهات وبدات يجوا من ورا بعض. هو خد ايه يا ابن عمه؟ هو وريني كراسته مش عارفه ايه كده. اللي هو ايه ده؟ إيه اللي انتوا بتعملوه ده؟ بلس بقى ان هي مثلا لقيت ابنها بيلعب في الشارع وابن عمه بيذاكر، تعالى ضربته، فتحت له ايده من هنا. فانا لما شفتها فكرها يعني وقع ما اعرفش إيه. فبقول له هو انت إيه اللي عورك كده يا حبيبي؟ فقال لي ماما ضربتني بالحزام، فتكت الحزام قلبت على ايديه. ليه يا بابا؟ علشان لقيت ابن عمي بيذاكر ولقيتني بلعب في الشارع فجت تضربني. جماعه هو انتوا مدركين بجد؟ هو انتوا مدركين ان ده لسه في كي جي 2؟ انتوا مدركين ان انتوا كرهتوا ال3 اطفال في بعض؟ مدركين ان حضراتكم عندكم خلل نفسي فعلشان كده جبتوه على العيال؟ ايه يعني ما ابن عمي طلع اشطر مني ولا ايه مشكلة؟ يعني ايه مشكلة؟ انا ممكن اطلع يعني مدرس ومدرس شاطر جدا، وممكن حد يطلع دكتور فاشل. ايه المشكلة برضه؟ يعني انا شايفة الموضوع مأفور قوي، شايفة الامهات مأفورة جدا، شايفة اغلب الامهات محتاجة يعني تدرس سايكولوجي وعلم نفس وكده عشان تتعامل مع الطفل. حولتوا 3 اخوات بيحبوا بعض جدا ل3 اعداء.